يا ترى اللي ممكن يحصل لك لو انت بلعت تعبان، هل هيفضل جوه معدتك ولا هيحفر طريقه بره جسمك؟ كمل معايا الفيديو للاخر لان الحقيقه اغرب مما تتخيل. اولا كده غالبا ان التعبان مش هيوصل للمعده لانه في طريقه للمريء هيبدا يتحرك ويلتوي، وده بدوره هيخليك تتصاب بجروح خطيره، وكمان هيقفل مجرى التنفس وهتموت مختنق. وساعتها المشكله مش هتكون في التعبان وبس، لا ده انت هتموت مختنق قبل ما يوصل اساسا للمعده. بس خلينا نفترض ان هو وصل للمعده بسلام. في ناس هتفتكر ان هو هيعيش جواك وهيبدا ياكلك من جوه وجو الافلام الهندي دي، لكن مش ده اللي هيحصل. اللي هيحصل في اول كام دقيقه هو ان التعبان هيحس بالاختناق بسبب ان مفيش اكسجين اصلا وصل له، وبعدها حمض المعده اللي يعتبر من اقوى الاحماض الموجوده في جسم الانسان هيبدا يفكك التعبان جزء بجزء. طب افترض معايا دلوقتي ان التعبان ده طلع تعبان سام، ساعتها هتعمل ايه؟ المفاجاه ان السم نفسه غالبا مش هيكون اخطر حاجه، وده لان اغلب سموم التعابين عباره عن بروتينات، وبالتالي حمض المعده هيهضمها زيها زي اي بروتين في الدنيا. بس خد بالك طالما السم ده ما يدخلش جوه مجرى الدم. وفي النهايه الخطر الحقيقي مش في سم التعبان ولا حتى ان هو يفضل جوه معدتك، الخطر الحقيقي ان هو يعمل لك جروح خطيره او يجيب لك اختناق في اثناء نزوله للمعده. وبس كده اكتب لي في التعليقات يا ترى انت حابب تبلع حيوان ايه المره الجايه، هل هيكون العقرب ولا الاخطبوط؟ واعمل لايك واشتراك لان الفيديو الجاي لما ينزل تكون انت اول واحد تتفرج عليه.